المباراة النهائية هتكون مباراة صعبة من نار من نار. مباراة حمدي شلبي والبرنس كله في استعدادات لمباراة يوم الاثنين. خلاص قدروا يعني يشيلوا المسؤولية الكبيرة جدا. فريق البرنس بعد تأخرهم بهدف قدروا يتراجعوا وقدروا يظبطوا الأمور مرة ثانية لإعادة المباراة وهيكلة اللقاء. هيثم تيفا عارف مدى حجم اللقاء، نجوم اللي مش بدون ذكر اسماء مش راضيين نقول اساميهم عشان مدى حجم الدوري المصري او دوري القسم الثاني. هيثم تيفا مبارك لك في البدايه، مباراه كانت صعبه جدا لكن استعدادات لمباراه حمدي شلبي اعتقد هتقفلوا الصفحه، تفكروا في حمدي شلبي، بتفكروا في اللقب زي ما قلت المره اللي فاتت. الحمد لله كابتن، الله يبارك فيك. ان شاء الله طبعا هو النهائي هنلاعب فريق قوي جدا منافس على اعلى مستوى، وان شاء الله باذن الله نحقق الفوز الماتش الجاي ان شاء الله. اعتقد هاني مسعد اعتقد مستعد باللقب. هاني مسعد مش هيقدر يفرط في اللقب، كله مش هيقدر يفرط في اللقب قدام منافس صعب جدا. طبعا هو كابتن هاني متعود على البطولات، وان شاء الله نحاول ان احنا نعمل له اي حاجه، لان هو كابتن هاني طبعا بدعمه ومساندته مع اللعيبه كلها، وباذن الله نجيب له البطوله ان شاء الله. اسلام شيحه النهارده هو نجم المباراه، هو اللي رجع الجيم مره ثانيه. طبعا اسلام جون كبير واحنا بنعتمد عليه في جميع الماتشات وهو اللي بيكسبنا دايما. شكرا لك يا كابتن، مستعدين لك في النهائي. حبيبي يا كابتن، ان شاء الله باذن الله نشوفك على خير.